السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفى الفنان المصري الكبير هادي الجيار مساء السبت متأثرا بإصابته فيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع جسمانه ودفنه بعد صلاة الظهر اليوم والأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. وكان الفنان هادي الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا. ما أضعف من حالته المرضية هو أجراها عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية. وفي وقت سابق أعلن هادي الجيار عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ضربني فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء. ويذكر أن الفنان المصري قد تعاقد مؤخرا مع شركة سينرجي على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته بالعالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين التي عرضت في أوائل السبعينات من القرن الماضي إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي. كما يفخر مشواره الفني بالعديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها المال والبنون للمخرج مجدي أبو عميرة، والراية البيضاء من إخراج محمد فاضل، والأسطورة من بطولة محمد رمضان. بينما كان آخر أعماله الفنية مسلسل شديد الخطورة الذي عرض في عام 2020 من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى. ويشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، من أبرزهم الفنانة يسرى وأمير قرارة والمخرجة إناس الدغيدي ومجد المصري. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.